اهلا بيكم. النهارده هقدم لك وصفه مؤكده للفشل. ايوه، للفشل، بس مش عشان تعملها اكيد عشان تتجنبها. الشركات عامه، الناس بتتكلم على نجاح الشركات وكيف تنجح الشركات وكذا. النهارده اقول لك ليه الشركات بتفشل. اول حاجه، الفشل هو ليس خبرا استثنائيا النهارده. يعني لو فكرت كده هتلاقي ان في حاجة اسمها فورشن 500 معروفة جدا، بترصد يعني الشركات المهمة الكبيرة في العالم والآخر، أكبر 500 شركة وكده. الشركات اللي كانت موجودة سنة 2000 جوه القايمة دي، سنة 2023 52% منهم اختفوا. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان اكتر من 250 شركة سنة 2000 كنا بنقول دول البوبات، دول الكبار، دول اللي ما لهمش حل، اختفوا. فالفشل طبيعة الامور، يعني 50% في 23 سنة بس. فالشركات اصلا النهارده بقى عمرها قصير، دورة حياة المنتج بقت اقصر. بقينا نشوف شركات تطلع قدام عينينا وتبقى ملكة السوق وكل حاجة وفجأة تختفي. واحنا مش اجيال كبيرة قوي سنا، يعني قصدي مش اللي بيحكي ده ناس عندها 80 سنة و90 سنة و100 سنة، لا، اللي بيحكي ده حد عنده حاجة و30 سنة عادي. هو عاش وشاف شركة طلعت ومشيت والى اخره. حاولت اجمع لك الاسباب النهارده بتاعة الفشل. السبب الاول للفشل هو، تتوقع ايه؟ السبب الاول للفشل هو النجاح. لما بتنجح بتصدق نفسك، بتقع في حاجه اسمها فخ النجاح، وبيحصل لك جمود استراتيجي لانك بتتخيل ان اللي انت نجحت بيه ده ينفع يفضل مكمل معاك طول الوقت. فاول سبب للفشل انك تنجح قوي، فتصدق قوي، فتمسك قوي في اللي انت بتعمله مع ان السوق بيتغير حواليك. فاول حاجه لما تنجح، اعرف انت نجحت ليه، في انهي وقت وباني طريقه، ولما الدنيا تتغير غير معاها. ده مهم جدا. في شركه اسمها بيليتون، شركه بتاعت بتبيع ادوات رياضيه للبيت. طبعا لما جه الكورونا الشركه دي كسرت الدنيا. كل الناس بتشتري بقى تريد ميلز في البيت، وتشتري مش عارف حاجات تلعب بيها رياضه في البيت وكذا. لدرجه ان الفالويشن بتاعها وصل، يعني تقييمها وصل 49 مليار دولار في سنه 2020. طبعا ده في عز ايه؟ الكورونا. تخيلوا الشركه دي النهارده سنه 25 فقدت 92% من تقييمها، بقت 2 وحاجه مليار دولار. ايه اللي حصل؟ النجاح اللي اتعمل بشكل مذهل ومرعب وغير متوقع ما عرفناش نكمل بيه، لان الاسواق كلها اتغيرت. الناس رجعت تاني للجيم، الناس نزلت تاني للحياة، الحياة رجعت لطبيعتها. فالحاجة اللي اديتك دفعة ونجاح هي اللي اتغيرت. فالسبب الاول للفشل النجاح، والتمسك بآليات النجاح اللي احنا نجحنا بيها، مش بالتفكير احنا نجحنا في الوقت ده عشان كذا والدنيا دلوقتي بتتغير فتعالى نعمل كذا وكذا وكذا. ده سبب. السبب التاني، ان القرارات تتاخد بناء على العواطف او الاحساس او الرؤية او اللي احنا شايفينه، يعني مش الرؤية بالمعنى الدقيق للرؤية، لا، الرؤية اللي هو الشوفة، يعني اللي انا شايف كده، لكن الرؤية اللي بجد يا ريت. فاللي هو انا شايف ان الدنيا تمشي بالشكل ده، انا رأيي ان احنا نروح للدايركشن ده، انا متخيل ان كذا كذا كذا. مفيش حاجه اسمها كده. القرارات النهارده اسمها ديتا دريفن ديسيجن ميكنج، يعني قرارات مبنيه على البيانات. مثلا تويتر لو بصينا عليه، اللي هو بقى اكس لما ايلون ماسك اشترى، هو عمل تغييرات سريعه من غير ما يفهم السوق الاعلاني، سرح تقريبا 80% من الموظفين، ده ادى لانخفاض 55% من ايراداته. الدرس المستفاد هنا كمان، الحاجه اللي انا عايز اقولها لكم، السوق ليه لغه. يعني لو انا بكلمك انجليزي او بكلمك فرنساوي او بكلمك عربي او اسباني او ايطالي او اي لغه، هي لغه ليها ناس بتفهمها. السوق كمان لغه. فالسوق ده لغه، اللغه دي فيها جزء ماليات، جزء تسويق، جزء سبلاي تشين او سلاسل امداد وتوريد، حتى جزء القانوني المرتبط بالبزنس. لو انت ما عندكش اللغه دي على الاغلب هتكون بتسمع حاجه انت مش فاهمها. يعني لو انا كلمتك دلوقتي مثلا بالاسباني جمله كامله معبره وكل حاجه، بس مش هتبقى فاهمها. ليه؟ لانك ما عندكش اللغه. فكتير قوي من الناس بتنسى انها تتعلم ايه؟ لغه السوق. السوق له لغه، والشركات اللي بتفشل بتسمع لغه تانية غير لغه السوق. فاهمين قصدي؟ فمهم جدا ان انت يبقى عندك قدره على فك شفره السوق، بنسميها unlock the code، انك تفك شفره السوق. ففي شركات عندها قدره على انها تعمل unlocking للماركت كود، انها تفك شفره السوق، فيبقى عندها لغه السوق، فتعرف تتعاطى معاه بسرعه، ويبقى عندها ايه؟ رد فعل سريع. وخلي بالكم من كلمه السرعه دي.
عشان من ضمن الاسباب برضو البطء في اتخاذ القرار. الشركات الاسرع بتنمو في الربحيه بنسبه 30% مقارنه بالشركات البطيئه، وده تبعا لتقرير ماكنزي سنه 2023. كل ما تاخد قرارات اسرع. على فكره تخيل، هقول لك حاجه غريبه شويه، حتى لو القرار السريع غلط ارحم بكتير ما تاخد قرار بطيء، لان الغلط هنصلحه، بس عدم اتخاذ القرار هو اسوأ شيء. فحتى احنا مره كنا عاملين حلقه وكنا مستضيفين ضيف جميل جدا، فقال كلمه حلوه قوي، قال هو احنا بناخد القرار الصح ولا بناخد القرار ونخليه صح؟ مفيش قرار صح، انت اللي تقدر تخلي القرارات ايه صح. فمثلا زارا مقارنه ب H&M، لان زارا سريعه، قدرت انها بالنير شورنج ده انها حققت نمو 36%. ايه النير شورنج؟ انها اختارت اسواق قريبه ليها تلبي لها احتياجاتها بسرعه، لان زارا هو الماستر اوف كويك ريسبونس، هو اسرع واحد بيغير الموديلات عنده في المحلات، فبالتالي بيحول المستهلك ليوزر بيجيله مرات اكتر من السنه، مش زي صناعه الملابس. فاهمين الفكره؟ لكن الباقيين بيشتغلوا على ال3 سيزونز اللي موجودين في السنه او ال4 بالكتير وخلاص، فبيبقى معدل دوران البضاعه ابطأ. فده خلى زارا يعمل 36%، لكن مثلا حد زي H&M بقى بيعمل بس 6%، يعني عمل هو 6 أضعافه تقريبا. طبعا من ضمن وصفات الفشل الشهيرة اوعى تتعلم. ايه اللي هيخليك تتعلم؟ خليك زي ما انت كده وما تطورش مهاراتك ولا اي حاجة، خليك في مكانك. 40% من المهارات بتاعت النهاردة تبع لتقرير IBM سنة 23 هتبقى غير صالحة في خلال 3 سنين. زوم مثلا اللي كانت ناجحة جدا مع بداية الكوفيد بدأت تخسر كتير جدا. ليه؟ لان هي ما دخلتش الاي اي زي ما الباقيين دخلوا تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنة مثلا ببقية الحاجات. فالشركات اللي ما بتتعلمش بتنكمش على طول. فعايز وصفة مؤكدة للفشل: لا تتعلم، لا تتطور، لا تتواكب مع تغيرات السوق. مبروك عليك الفشل. المحور السادس هو النوستالجيا، اللي هو التمسك بقصص الماضي. وهتلاقي كل الشركات اللي هي عاشت على الماضي، وحتى البلاد اللي بتفضل ماسكة في الماضي وما بتطلعش لقدام. فالشركات القوية ما بتستناش انها تقع عشان تتغير، هي بتتغير قبل بكتير ما تقع. فاللي بيتجاهل ده بيخسر. فمثلا تلاقي شركة زي سامسونج استثمرت 230 مليار دولار في الاي اي تشيبس ما بين 23 ل 24، والكلام ده طبعا لبلومبرج وطبعا كمان للحكومة الكورية. فده استثمار في الماضي ولا في المستقبل؟ اكيد في المستقبل. الحاجة برضو السبعة اللي ممكن تخرجك من السوق بسهولة مش الربحية. ناس كتير قوي بتركز على الربحية، يعني ممكن شركة بتخسر وتكمل، عادي جدا شركة تخسر وتكمل، لكن الشركة اللي اكيد هتخرج من السوق هي الشركة اللي ما عندهاش كاش. وساعة الكاش الغالي يبقى ببلاش. الكاش هو اللي بيخليك لازم تحافظ. عارفين الكاش ده عامل شبه ايه؟ شبه الاكسجين. يعني لو البني ادم بيتنفس اكسجين، الشركات بتتنفس كاش. فوجود سيولة ليكويديتي كاش هو ده اللي بيخليني عايش، هو ده اللي بيخليني مستمر، هو ده اللي بيخليني مكمل. ففي شركات كتيرة بتخسر بسبب عدم قدرة ادارتها على الكاش. طبعا عندك 50% من الشركات الصغيرة السيولة بتاعتها ما بتكفيش اكتر من 27 يوم، وده اللي بيخلي ناس كتير تخرج من السوق. مش غياب الربحية لكن غياب الكاش. طبعا لو قدرت تحقق الاثنين يا ريت، لو عندك سيولة وربحية يا ريت، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. بس الكاش حقيقة، الربحية كالكوليشن يعني حساب، الكاش رياليتي حقيقة. لذلك حتى ساعات يقول لك ايه ان الريفينيوز دي بتتقال كده يعني للفخر، فيقول لك ريفينيوز اللي هي دي فانيتي، والبروفيت السانيتي. سانيتي يعني بتثبت انك عاقل، ان دي شركة طبيعية ناجحة كسبانة. وكاش از ذا اونلي رياليتي، الكاش هو الحقيقة الوحيدة. فانا حتى رحت لما جيت اعملها بالعربي فقلت الايرادات افلام، وتاني واحده احنا قلنا الاول حاجه الريفينيوز، بعديها قلنا الارباح، والارباح تمام، بس الكاش انسى الكلام. فان انت ما عندك كاش خلاص انت كده مؤمن. فالشركات اللي ما عندهاش كاش هي اللي هتخرج من السوق. الشركات اللي عندها ازمات في السيوله هي اللي هتخرج من السوق، لكن الشركات اللي هي محافظه على نفسها في السيوله حتى لو مش محقق ارباح قوي تقدر تكمل. طب ايه الالتيميت؟ الاثنين، لو تعمل ده وده يبقى كويس. طيب عايز تفشل برضو وما زلت مصر على الفشل، مفيش اي مشكله. تجاهل بقى التكنولوجيا، تجاهل التحول الرقمي، تجاهل الديجيتال ترانسفورميشن، تجاهل بقى الحاجات دي. 86% من الرؤساء التنفيذيين لما عملوا معاهم انترفيوز اعتبروا ان وجود الذكاء الصناعي عامل وجودي، يعني غيابه احنا هنروح في ده. ده طبعا لبي دبليو سي
اللي هي واحده من البيك فور، من اكبر الاربع شركات في العالم في هذا العالم، المراجعه والكونسلتنسي والاستشارات وكده، سنه 2023 لما عملوا التقرير ده كده. مثلا ايكيا اتاخرت شويه في انها تدمج الاي ار والاي اي مع بعض، اللي هو الاوجمانتد رياليتي والارتفيشال انتليجنس، الحاجتين دول مع بعض. ده ادى انها خسرت 5% من حصتها في السوق، ده طبعا لتقرير ستاتستا. فالتكنولوجيا لم تعد اضافه، لكن بقت شرط من شروط الحياه. نمره 9، ان ناس كتيره بتقعد تلقي اللوم على مين في الشغلانه؟ على الموظفين. ان يقول لك الموظفين مش كويسين، الناس مش احسن حاجه، ان الموظفين اللي عندنا مش مؤهلين، محتاجين تدريبات، محتاجين كذا. الحقيقه بقى انا عايز افاجئكم ان في الشرق الاوسط تحديدا في الميدل ايست 52% من الشركات عندها فجوه مهارات في الاداره نفسها مش في الموظفين. وده طبعا لتقرير PwC ميدل ايست سنه 2024. فان ساعات كتيره الغلطه بتبقى من فوق مش من تحت. بس احنا ليه بنشيلها للي تحت؟ لان هم الحلقه الاضعف. هتقول المديرين اللي وحشين، هتقول الاداره العليا اللي وحش؟ لا، اسهل طبعا تقول ايه؟ الموظف هو الوحش. لازم حد يشيلها اضعف وابسط. مش بقول الموظفين مش ما عندهمش اخطاء، وارد يكون عندهم اخطاء، بس الاثنين لازم يشتغلوا على نفسهم ايكوالي. يعني الموظف لازم يطور في نفسه، والاداره كمان لازم تطور في نفسها. يعني الغلطه بس اللي بيفشل الشركات مش الموظفين على فكره. عايزين شيلوها لهم، بس انا بقول لكم العلم ما بيقولش كده، والممارسه العمليه برضو ما بتقولش كده، واللي احنا شفناه في الحقيقه ما بيقولش كده. اللي بيضيع الشركات هي الاداره مش الموظفين. الموظفين ادوات في ايدين اداره رشيده او اداره غير كفءه. فاشتغلوا على نفسكم قبل ما تتكلموا على الموظفين. انا بكلم هنا المديرين وبكلم الادارات، اشتغلوا على نفسكم. دايما النجاح بيبقى من فوق والفشل بيبقى من فوق. بس احنا بنعمل ايه؟ احنا النجاح يبقى طبعا اكيد الاداره الحكيمه والرشيده، ولا الفشل يبقى اكيد الموظفين مش عارفين يسمعوا الكلام. فخلي بالكم من دي. النمرة 10 والأخيرة في أسباب الفشل، لو أنت عايز تفشل وما زلت مصر، ما تتغيرش مع السوق. في تقرير طلع سنة 2024 طبعا لورلد ايكونوميك فورم، اللي هو منتدى الاقتصاد العالمي، بيقول ان 23% من الوظائف الحالية هتختفي في خلال 5 سنوات، وان في 44% من المهارات المطلوبة اوريدي تغيرت جذريا من سنة 2018. فالمنافس الحقيقي للشركات النهاردة هو مش الشركات التانية. تفتكروا ايه المنافس الحقيقي للشركات النهاردة؟ البطء، عدم وجود سرعة كافية للتواكب مع تغيرات واحتياجات السوق، عدم وجود تعليم، عدم وجود رؤية واضحة من الإدارة من فوق إنها تسوق الدنيا، عدم الإدارة الجيدة للكاش. دي الحاجات اللي هتخرج الشركات من السوق ايزيلي. واللي كان بياخد زمان 10 سنين ممكن النهارده ياخد سنتين، سنة، تلاقي الدنيا خلصت. والمنتجات اللي كانت تسمع عنها تتصدر السوق وتفضل ماسكة في الموضوع كذا. فمش هينفع نبطأ في اتخاذ القرار، لازم نبقى أكثر سرعة. الشركات النهارده بتنهار بأسباب قرار اتأخر، تحديث ما تمش، مهارة ما اتطورتش، عميل مشي من حتة لحتة، منافس سبق. السوق مش هيسامح البطء. الشركات اللي لسه بتشتغل في 2025، مش هقولك بعقلية التسعينات، حتى بعقلية 2010 بتكتب نهايتها بنفسها. الشركات ما بتموتش عشان ضعيفة، الشركات بتموت عشان بطيئة. في واحد اسمه ابن عروس كان بيكتب مربعات. المربع هو فن ينقل من صدور الرواية يعني، ويكتب على بحر اسمه بحر الرجز، مربع لافف كده. فكان من ضمن المربعات بيقول ايه؟ زمننا جلبنا وعدلنا، يعني الزمن عدى علينا عمل فينا كده، يعني جلبنا وعدلنا. ودي ريحة الدن فاحت. ايه الدن ده؟ الدن ده اللي هو النبيت. كان زمان في الصعيد يحطوا العنب ويخمروه بحيث يجهزوا نبيت يشربوه، وموجود لغاية النهاردة ده في الصعيد. فبيقول ادي ريحة الدن فاحت، تعبير عن ان الدن ده ريحته طلعت، يعني الزمن مر طويل قوي. وما جينا ناخد عدلنا، الايام ولت وراحت. ساعات كتيرة انت عبال ما بتبدأ ترجع تظبط بيكون الايام ايه؟ فاتت. فمش دايما الزمن هيبقى لصالحك ويديك وقت تاخد فيه ايه؟ قرارك براحتك. زماننا جلبنا وعدلنا، ودي ريحة الدن فاحت، وما جينا ناخد عدلنا، الايام ولت وراحت. خلي بالكوا قبل ما الايام تولي وتروح. اشتغلوا على العوامل دي، مش عشان نفشل اكيد، بس عشان نتجنب الفشل. العدو هو البطء، العدو هو عدم ادراك اللي بيحصل حوالينا، وعدم ادراك الفرصة في اللي بيحصل حوالينا. اشوفكم المرة الجاية.